بشار الأسد شخصيا، وأنا بعرف إنه هو بيتابع فيسبوك وإنترنت، وإلا ما تصلوا هالرسالة، وبترجاكم قد ما بتقدروا شيروها مشان إلا ما تصلوا. بدي أقول لك إنك أنت أقذر شخص وأوضع شخص وأندل شخص عرفه التاريخ. عبر كل قراءاتي لكل الناس اللي خانوا بلدهم، أنا ما شفت ولا قريت ولا سمعت عن أوسخ من هيك. أنت كل القذارة بالعالم يمكن بتطلع أقذر منها. وبدي وجه لك رسالة وقل لك إنه الأفضل إنك تنتحر بهالفترة إذا كنت شجاع وبشك إنك تقدر تنتحر، لأنك أجبن من إنك ترتكب هيك فعل، لأنه الانتحار بده شجاعة. طبعا مو الانتحار تبع محمود الزعبي اللي انتو قتلتوه، يلي انتو قتلتوه يا كلاب يا وسخين. الانتحار تبع الشجعان، وهي شغلة يمكن بحياتك ما رح تشوفها. أنا رح أقول لك شغلة، لا التاريخ رح يسامحك ولا الناس رح تسامحك ولا حدا بالعالم رح يسامحك. وبتمنى من أولادك حتى إذا عم بيشوفوا هي القصة وهذا الفيديو إنه يكون عندهم الشجاعة والجرأة إنهم يتبروا منك ويبزقوا عليك. أنت شخص مكانك المبأ. أنت مالك مكان الحقيقة، أنت مالك مكان. أنت شخص ممكن تتحول مبولي للعالم. إيه مبولي، يعني تقعد والناس يروحوا ويجوا ويبولوا عليك. هذا أقل ما يمكن أن يفعل لعقابك. لك يخرب